فرنسا، زعزع اسبانيا وزعزع المانيا. كانت اول مكالمه رصدت وقع عليها الحدود قطع الغمر كما كنقولوا حنا المغاربه ضرب المربوط في خاف السيل. عندنا ثلاثه دول دائمه العضويه في مجلس الامن ما كتقولش بان الصحراء المغربيه كاينه فرنسا، كذلك اسبانيا ولو انها ماشي عضو من الخارج اللي كيفرض على مجلس الامن وخاصه على حامل القلم في هذا المجلس بانه تخرج من جواه كما كنقولوا وتدخل في آليا على المستوى الدبلوماسي الرسميه بالضغط. الأستاذ عبد الهادي الزراوي على هذا التدفق، الشعب أيضا بوصفه معني بهذه. سعيد بقالي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مسؤول العلاقات الخارجية. اليوم نحن على موعد مع ندوة فكرية منظمة من طرف الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بطنجة أصيلة حول موضوع جد مهم، موضوع راهني وموضوع الساعة. يتعلق الأمر بالحكم الذاتي، رؤية نحو حل للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية. هذه الندوة التي ينظمها رفيقتي ورفاقي بالفرع الإقليمي واللي كتجي في إطار المساعي ديال حزب التقدم والاشتراكية لفتح النقاش حول المقترح ديال الحكم الذاتي كحل نهائي من أجل طي هذا النزاع المفتعل، والذي الأهمية ديال هذا الملف في استقرار المغرب وفي المستقبل ديال المغرب. هذه الندوه بطبيعه الحال كما ارتأى الرفيقات والرفاق في الفرع الاقليمي بانهم يستدعوا واحد مجموعه ديال الاساتذه محاضرين خبراء في القضيه الوطنيه، وايضا مجموعه من الفرقاء السياسيين الذين ادلوا بتصريحات مهمه ومواقف مهمه كلها تجتمع حول اهميه هذا المقترح من اجل طي هذا الملف او هذا النزاع المفتعل. وايضا باعتبار بان هذه القضيه الوطنيه قضيه جامعه، قضيه تتنزع عن كل حسابات انتخابويه او سياسويه ضيقه. لذلك فان حزب التقدم والاشتراكيه بمواقفه الوطنيه لاكثر من 80 عاما يؤكد على مغربيه الصحراء، ويعتبر من الفاعلين الرئيسيين السياسيين في الدفع بالنقاش العمومي نحو الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل. هذه الندوة بموضوع ديال الحكم الذاتي، ربما انا ما حضرتش يعني مفهوم الحكم الذاتي. نشير هنا فقط إلى 1998 آنذاك 4 شخصيات من كتلة الديمقراطية